هم موجودون بيننا، يعيشون لإيهامنا، يقتاتون على تصديقنا لهم. أشخاص قد يكونوا ضمن أفراد أسرتك، وقد يكون جارك الطيب واحدا منهم. إنها الحركة الأخطر في التاريخ البشري، حركة الوهامون السرية. إنها تجعل من الماسونية لعبة طفولية مقارنة بخطورتها. إنما ستطرحه قناة شاين أونلاين من معلومات تم جمعها عبر الاستقصاء والتحري الشخصي لأحد أفراد فريق العمل في بريطانيا، وهو محام تم توكيله من قبل أحد ضحايا الحركة. تم تأسيس حركة الوهامون منتصف القرن العشرين من قبل مجموعة من الأثرياء والمتنفذين في أوروبا، وتمكنت من أن تتوسع شرقا وغربا بشكل لا يصدق إلى يومنا هذا، وهي تفترس ضحاياها دون أن تترك أثرا لها. فما هي هذه الحركة وما هي أهدافها؟ هي حركة سرية تعمل على إدخال الناس ضمن دائرة مغلقة من الأوهام، كأن تقنع شخصا ما بأنه غير موجود، وإن الوعي الذي يمتلكه قد تم تصنيعه في مختبرات علمية. إن كنت تعتقد أن هذا غريب، إليك ما هو أغرب. قد يصل الأمر إلى إيهام أحدهم بأنه كان ملكا أو زعيما لإحدى الدول، وقد تم تخديره وعزله عن الملك والزعامة لتنفيذ مخططاتهم فيما بعد، واستخدام هذا الشخص كي ينفذ انقلابا ما في إحدى الدول. وتتمادى الحركة في إجرامها الإيهامي إلى حد الاختطاف القسري للأشخاص، والإيهام بأنه في مركبة فضائية وهو يخضع لتجارب من قبل كائنات فضائية، وكل ذلك يجري بطريقة احترافية لا سابق لها. ويستطيع الوهامون أن يجعلوك تصدق ما يريدون، ما أن تقع فريسة لهم، فلا مجال للهرب حينما يغرس الوهام أنيابه الوهمية في عقلك، فسرعان ما ستخر صريعا لوهمه المتنامي، والذي يغذيه معرفة الوهام السابقة بأسرار خاصة عنك ليصنع لك الوهم الذي يناسبك. وهكذا تعمل الحركة للإيقاع بضحاياها. تتألف حركة الوهامون من عدة طبقات، حيث لا مناصب لأعضائها، وإنما يتدرجون في طبقات السلطة الداخلية للحركة. الطبقة الرابعة الموهومون، وهم ضحايا الحركة الذين يتم إيقاعهم بالوهم واستغلالهم، ومن ثم يسهل تجنيدهم فيما بعد لمهمات الحركة. الطبقة الثالثة جنود الوهم، ويقوم أعضاؤها على تجنيد عناصر جدد للحركة، وبطبيعة الحال فإن أي مستقطب للحركة يندرج تلقائيا ضمن الطبقة الأولى الموهومون. الطبقة الثانية مبرمجو الوهم، وهم مجموعة قليلة تقوم بإعداد الأفكار الإيهامية لكل شخص يراد افتراسه بالوهم، والعمل على اختيار وتهيئة المجندين الأنسب للمهمة. الطبقة الأولى وهي طبقة الوهامون، وهم قادة الحركة وأسيادها ومؤسسيها، وكل الطبقات الأخرى أدنى منهم رتبة، ولا يحق للرتبة الأدنى مخالطة الرتبة الأعلى مطلقا. سنتحدث عن أحد ضحايا الحركة وكيف تم إيهامه وأصبح ضحية كغيره من مئات الآلاف الذين تستقطبهم الحركة وتستدرجهم إليها من أجل تنفيذ مخططاتها. وما علاقة الحركة بالدجال الذي يظهر في آخر الزمان؟ تتلخص قصة ضحية حركة الوهامون الذي يرمز لنفسه BDA. بالتالي تعرف DA على سبيل الصدفة في إحدى بارات لندن صيف 2007 على شخص يدعى هنري ميشيل، وسرعان ما كبرت العلاقة بينهما حتى أصبحا من أعز الأصدقاء. كان DA يملك ويدير شركة
لتأجير السيارات الفارهة وهو شاب أعزب. أما هنري فكان يخبر دي اي بأنه متزوج ويعمل في شركة للسمسرة العقارية. دي اي كان مهووسا بشكل لا يصدق بالسينما، ويواظب على الذهاب كل نهاية أسبوع لمشاهدة جديدها. فقرر هذا الأسبوع أن يدعو أعز أصدقائه وأقربهم. هنري الذي قبل الدعوة بفرح كبير. في طريقهم إلى السينما شعر دي اي بتوعك مفاجئ، وهو ما جعل هنري يصر على دي اي أن يوقف السيارة وأن يتولى القيادة بنفسه. وهنا جاءت الانعطافة التي ستغير حياة دي اي إلى الأبد. دي اي يجد نفسه على سرير المشفى، وإلى جانبه امرأة جميلة تمسك بيده. استغرب دي اي من ذلك، وسأل المرأة من تكون، فقالت له وهي تبكي: أنا زوجتك، وأنت قد تعرضت إلى حادث مروري أدى إلى مقتل صديقك، وأنت هنا الآن تتلقى العلاج، ولديك فقدان جزئي للذاكرة. فقال لها: أنا أتذكر جيدا، فأنا دي اي، وكان صديقي هنري ميشيل. ولم يكمل كلامه حتى أجهشت المرأة بالبكاء، وقالت له: أنت لست دي اي، بل أنت هنري يا عزيزي، أنت زوجي. دي اي قد مات في حادث مروري. أصبح دي اي في حالة صدمة وذهول، لم يكن يستطيع أن ينفي هذه الادعاءات، لأن ما يراه أمامه من وجود الأطباء والزوجة توحي بالصدق. حاول أن يستوعب الموضوع أكثر، وبدأت زوجته المزعومة تزرع بطريقة الإيحاء والوهم أفكارا جديدة في رأس دي اي، وعبر استخدام عقاقير تسبب الانقياد وتقبل الأفكار تحول دي اي إلى هنري ميشيل. يقول دي اي الذي يتوارى عن الأنظار منذ ذلك الحين أنه عاش سنوات طويلة في وهم اختلقه أشخاص كان هدفهم أخذ مكانه في إدارة شركة تأجير السيارات من أجل التجسس على شخصيات هامة كانت تقوم بتأجير تلك السيارات الفارهة، وربما قاموا بالوصول إلى تلك الشخصيات وإيهامها ووضعها في قوالب لأشخاص آخرين. الغريب في الأمر أن دي اي مسجل لدى الحكومة البريطانية باسم هنري ميشيل، ولا يوجد شيء يثبت أنه دي اي نهائيا. دي اي واحد من مئات آلاف الأشخاص الذين يتعرضون للإيهام عبر حركة هي الأكثر خطورة في التاريخ: الوهامون، الذي يكاد أجزم أنها ستكون صلب حركة الدجال في آخر الزمان. هم موجودون بيننا، يعيشون لإيهامنا، يقتاتون على تصديقنا لهم. أشخاص قد يكونوا ضمن أفراد أسرتك، وقد يكون جارك الطيب واحدا منهم. إنها الحركة الأخطر في التاريخ البشري، حركة الوهامون السرية. إنها تجعل من الماسونية لعبة طفولية مقارنة بخطورتها. إن أعجبكم هذا الفيديو يرجى الاشتراك معنا في قناة شاهين أونلاين ليصلكم كل جديد ومفيد وممتع وحصري. شكرا لكم.